السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي ان شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا كده فيديو كده مشتريات كده من المنظفات. عايزة اقول لكم ان هو مختلف جدا عن جميع الفيديوهات اللي احنا عملناها كده مع بعض. وقبل ما نبدأ الفيديو كده بحب أشكر كل حبايب قلبي اللي شرفوني ونوروني. وجودكم كالعادة ده شرف ليا حبايب قلبي. وعايزة أقول لكم حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركش طبعا في القناة يشترك كده ويفعل الجرس عشان طبعا يوصله كل جديد إن شاء الله بننزله كده مع بعض. وطبعا زي ما احنا متعودين كده مع بعض إن أي حاجة أنا بشتريها وبحس إن هي كويسة معايا او النظافة بتاعتها كويسة، او بالنسبة مثلا للمعطر لو المعطر كويس او اي حاجة انا بشتريها وبلاقيها معايا كويسة، طبعا بحب ان انا اعرف حبايبي واخواتي عليها يعني. طبعا حبايب قلبي ده طبعا مش اعلان، ده كده مشتريات انا اشتريتها ولقيتها جابت معايا يعني نتيجة كويسة. وطبعا انا ما بستغناش عن الحاجات اللي انا هوريها لكم دي. طبعا اول نوع معايا هو السترس. عايزة اقول لكم ان النوع ده جميل جدا 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 في التنظيف. لو انت مثلا عندك بقع كده من الزيت، او عايزه تنضفي البوتاجاز بتاعك، او عايزه طبعا تشيلي الدهون اللي على الحيطان او الدهون اللي على البوتاجاز او الدهون اللي في اي مكان يعني. عايزه اقولك ان المنتج ده جميل جدا. بترشيه طبعا قبلها ب5 دقايق او 10 دقايق كده وبفوطه كده مبلوله او فوطه ناشفه، وبتمسحي طبعا المكان اللي انت رشيتي عليه بيرجع احسن من الاول 100 مره. نيجي هنا بقى لتاني منتج معانا وهو منتج البيبي. عايزة اقول لكم ان ده معطر جو ممتاز جدا جدا بريحة العود. ده طبعا كان اول مرة اجربه. انا طبعا كنت بستخدم فريدة. بس طبعا اول ما استخدمت النوع ده حسيت ان هو فعلا ممتاز جدا. هو طبعا بريحة العود، وعايزة اقول لكم ان هو فعلا ممتاز جدا. اقول لكم اهوت هو من شركة روزا برانكا. روزا برينك ده طبعا غنية طبعا عن التعريف. هي ما شاء الله يعني الجودة بتاعت الحاجة بتاعتها جميلة جدا. طبعا انا اول مرة استخدمه، مش هتبقى اخر مرة ان شاء الله. هنيجي هنا بقى لتالت منتج معايا. وعايزة اقول لكم ان انا ممكن يكون بقالي 3 سنين او 4 سنين بستخدم المنتج ده. طبعا انا ما بستغناش عنه. طبعا ده حاجة كويسة جدا جدا، حاجة اسمها لعنة الفراعنة. طبعا انا ما كنتش اعرف المنتج ده الا ما واحده يعني من حبايب قلبي عرفتني طبعا عليه. بالنسبه طبعا هو زي مبيد حشري كده، بس طبعا ملوش اي روايح خالص. طبعا هو ممتاز جدا للنمل. وطبعا ممكن تستخدميه لو انت طبعا عندك طيور او عندك مواشي او اي حاجه من دي، عادي ممكن تستخدميه لهم عادي. وطبعا ما هوش مؤذي خالص. وعايزه اقول لكم ان هو ممتاز جدا. ممكن فعلا لو رشيتي في المكان اللي فيه حشرات او فيه نمل، عايزه اقول لك ان انت ما بتشوفيش النمل او الحشرات دي تاني لمده سنه. عايزه اقول لكم ان المنتج ده ممتاز جدا جدا جدا. نيجي بقى هنا لرابع حاجه كده معانا وهو كلين. كلين ده يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا برضو كنت اول مرة استخدمه، بس طبعا طلع ممتاز جدا جدا جدا. ده طبعا ملمع اساس او ملمع خشبي. طبعا بينفع للجلود وبينفع للطابلوهات بتاعة السيارات وبينفع طبعا لأي حاجة في الشقة. أنا بستخدمه لعندي حتى ملمع الإزاز بستخدم منه الكلين ده. عايزه اقول لكم ان هو ممتاز جدا وريحته بتبقى جميله جدا وبتفضل فعلا ثابته في المكان فتره كبيره. طبعا هو بريحه البنفسج. عايزه اقول لكم ان الريحه دي فعلا بتبقى جميله جدا. وعايزه اقول لكم ان المنتج ده من ماي واي. طبعا غنية عن التعريف وما شاء الله عليها يعني المنتجات بتاعتها بتبقى جميلة. وزي ما قلت لكم حبايبي في اول الفيديو ان ده طبعا مش اعلان، بس انا حبيت ان انا اشارككم معايا الفيديو ده. لما لقيت الحاجات دي كويسة جدا معايا فحبيت ان انا افيدكم بيها زي ما انا استفدت بالظبط. نيجي هنا بقى لتاني جزء كده معانا كده من الفيديو. وفيديو كده المنظفات اللي انا شارياها سايبة. عايزة اقول لكم ان هي فعلا الحاجات السايبة دي بتوفر معاكي فعلا في المصاريف جدا. وكمان عايزة اقول لكم ان الحاجات دي فعلا ممتازة جدا جدا، وانا مش اول مرة ان انا اجربها. عشان كده انا ممكن كل
أسبوعين أو كل 3 أسابيع باجيب كمية كده من المنظفات بتكفيني فترة يعني. أنا هنا طبعًا أول نوع معايا وهو الصابون السايل، عايزة أقول لكم إن الصابون ده جميل جدًا، جدًا، وريحته طبعًا بريحة الليمون، حاجة كده تحفة، وحاجة كده طبعًا في منتهى الجمال. طبعًا عايزة أقول لكم إن ما فيش فرق ما بين المنظف ده ومنظف الشركات، هو فعلًا تحفة جدًا والسائل بتاعه تقيل، وعايزة أقول لكم إن الرغوة بتاعته جميلة جدًا، ممكن تكونوا شفتوه معايا في فيديوهات الروتين. عايزة أقول لكم إن الكيلو ما شاء الله كان عامل 5 جنيه، يعني أنا جبت 2 كيلو عاملين 10 جنيه. نيجي هنا لتاني حاجة بقى وده جبت كيلو كده من معطر الخوخ. عايزة اقول لكم ان فعلا ريحته جميلة قوي، ده برضو اول مرة ان انا استخدمه، انا كنت بستخدم حاجات تانية بس اول مرة ان انا استخدم معطر الخوخ ده، حاجة جميلة جدا وثابتة. عايزة اقول لك ان انت ممكن تحطيه في المسح وانت بتمسحي، وعايزة اقول لك ان انت ممكن تعملي منه معطر جو جميل جدا، ممكن برضو تحطي منه في الملابس لو انت بتغسلي حاجة يعني، وقت التشطيف ممكن تحط منه بيخلي الريحة جميلة جدا. رابع حاجة بقى معانا هنا أو تالت حاجة معانا كان برسيل جل. عايزة أقولك إن المنتج ده جميل جدا، وممكن فعلا تستخدميه في الغسالة، ولو عايزة مثلا بتغسلي حاجة على إيدك أو حاجة، عايزة أقولك إن هو ممتاز جدا. طبعا ده أنا ما بستغناش عنه. هنا بقى نسيت أقول لكم سعر المعطر ده كان الكيلو فيه عامل 10 جنيه، بس فعلا هو تحفة ويستاهل. كنت جايبة كيلو منه، وطبعا سعر البرسيل الجل كان عامل 7 جنيه. عايزة اقول لكم ان هو جميل برضو جدا. وجبت تمن كده من الزهرة كان عامل 8 جنيه زي ما انتوا شايفينه كده معايا. وجبت 2 كيلو كده كلور، ده كلور سايب، انا طبعا مش اول مرة ان انا استخدمه، انا بحب ان انا استخدمه في المسح وتنظيف التويليت، جميل جدا في التنظيف والتعقيم، حاجة كده تحفة وحاجة كده في منتهى الجمال. وعايزة اقولك ان هو فعلا بيوفر عليكي في المصاريف جدا. وطبعا المنتجات اللي انا جايباها دي يا حبايب قلبي ما تفرقش اي حاجة عن منتجات الشركات، عايزة اقول لكم ان هي فعلا حاجات تحفة جدا. لو انت فعلا لسه ما جربتيش المنتجات دي، حاولي ان انت تجيبي المنظفات من حد موثوق منه، يعني بتبقى الحاجة بتاعته نظيفة وجميلة، وطبعا مش هتبطلي ان انت تستخدميها. طبعا حبيبة قلبي، لو أول مرة بتشوفي قناتي دي، قناة عيشها ببساطة مع أسماء سعد، ياريت تشرفيني كده باشتراكك الجميل وفعل الجرس طبعا عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. ويا ريت ما تنسونيش طبعا باللايك الجميل بتاعكم والتعليقات الجميلة طبعا اللي انا بستناها. وشكرا جدا لكل حبايب قلبي اللي شرفوني، وجودكم في قناتي ده شرف لي يا حبايب قلبي. يا رب اكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة، يا رب اكون دايما عنده حسن ظنكم، بحبكم في الله يا اغلى اخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.